مرة قبل سنتين تقريبا أو سنة، المهم موضوع معين، جلست مع بنت لأحد إخواننا الأفاضل في قصة طويلة بوجود محرمها، وهي تدرس في الجامعة وعندهم مدرس مفسد يحاول يزرع في أذهانهم أن السنة، أو يحاول يلبس عليهم بأن السنة ليست حجة. فكلمت الأم، المهم في كلام طويل، الشاهد اجتمعت أنا والبنت بوجود محرمها، فقلت يا بنتي لماذا السنة ليست حجة؟ قالت يعني القرآن تأتي بأشياء في تعظيم القرآن. الشاهد ذكرت لها أدلة، مما ذكرت لها شوف يعني تأمل. قلت أنا أسألك من أين تعلمين أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات إلى آخره؟ قالت عجيب، ليس موجودا في القرآن. يعني لاحظ هالمسكين، لا سنة ولا إيش ولا قرآن، يخدعونهم بكلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. إذا الأمر الأول أننا لو قلنا بهذا ما استطعنا نتعبد الله، لا بصلاة ولا زكاة ولا حج إلى آخره. هذا الرد الأول. الرد الثاني قوي جدا يا إخوان. الرد الثاني يقال أنتم تعظمون القرآن؟ قالوا نعم. قالوا الله في القرآن أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في 37 موضعا، وذكر مثله الآجري في كتاب الشريعة. فأنتم ما بين أمرين، أن تعظموا القرآن، ومقتضى تعظيم القرآن أن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تحتجوا بالسنة، أو أن لا تعظموا القرآن فتخرجوا على حقيقتكم فتستمرون على ترك إيش؟ السنة. واضح يا أخوان ولا غير واضح؟ طيب فإذا القرآن أمرنا باتباع السنة. الرد الثالث يقال القرآن أخبرنا أن السنة بيانية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كيف تخالف السنة التي تفسر وتبين القرآن إلى غير ذلك من أدلة.